السلام عليكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. على إثر بلاغ للديوان الملكي حيث أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بإجراء اجتماع ترأسه مستشاريه كل من فؤاد علي الهمة والسيد عمر عزيمان والسيد طيب الفاسي الفهري وكل زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلس النواب، وبحضور وزير الداخلية ووزير الخارجية، من أجل تحيين الحكم الذاتي. وحنا كنعرفوا بأن المغرب قدم هذا الحكم الذاتي منذ 2007 وبقى كيدافع عليه منذ 2007 حتى 2025. تم الإقرار ديالو من طرف مجلس الأمن كحل واقعي وكأساس لانطلاق المفاوضات وتحت السيادة المغربية. وكان هذا النهار هو 31 أكتوبر اللي قرر بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس باتخاذ 31 أكتوبر كعيد وطني، وسمي بعيد الوحدة نظرا للإنجاز التاريخي داخل أروقة المنتظم الدولي اللي اعترفوا به بجدارة وواقعية الحكم الذاتي كأساس انطلاق نحو المفاوضات. كما كنعرفوا أن المغرب اعتمد على دبلوماسية كبيرة حتى وصل بنهاية المطاف وأكد على الشرعية التاريخية ديال الصحراء المغربية. وكانت الأمم المتحدة طلبات من المغرب باش يقدم الصيغة النهائية، وهذا الشيء اللي أمر به جلالة الملك اليوم في إطار مقاربة تشاركية حيث شارك الأحزاب ومختلف القوى السياسية من أجل الاقتراحات والوصول إلى الصيغة النهائية من خلال تأسيس الأسس القانونية والتنفيذية لهذا الحكم الذاتي وكيفاش غنطبقوه على أرض الواقع. وهذا الشيء غياخذوا الآراء ديال هادشي كامل، وفي الآخر غيوصلوا واحد الصيغة نهائية وغنضروا فيها، وفي الآخر غنقدموا الصيغة النهائية للأمم المتحدة. وما نقدموها للأمم المتحدة غتكون هاد الصيغة النهائية غتشوف فيها الأمم المتحدة وغتراجع حتى هي بدورها، وستكون الصيغة النهائية كأساس لانطلاق المفاوضات اللي غتجمع ما بين الجزائر والمغرب وموريتانيا، وسيكون هو الأساس وتحت السيادة المغربية. من هنا غادي ننطلق المفاوضات، وبهذا المغرب كيكون يعبر على حسن النية ديالو وكيسد على المغالطات كاملة اللي تم الترويج لها والإشاعات اللي حاولت تقلل من قيمة هذا القرار في الدولة المجاورة ألا وهي الجزائر اللي اعتمدت على سياسة التضليل من أجل الاحتواء الداخلي كما كنعرفوا، خصوصا أن الجزائر كانت كتراهن على هذا الملف منذ 50 سنة وشعرت بصدمة كبيرة منذ القرار الأممي، وهي كتحاول تنقص من الأهمية ديالو وكتحاول تنقص من أهمية الحكم الذاتي اللي تقدم به المغرب. واليوم المغرب جا باش يسد هذا المنفذ ويبين أن المغرب شريك موثوق وفعال وأنه لديه حسن النية، وهادشي اللي دار اليوم باش يقدموا الصيغة النهائية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.